آخر شهر 7 عندنا اليوم العالمي لصدمة ما بعد الولادة. أنا بصراحة كبنت كنت ما عمري ما سمعت عن الموضوع ده، يعني إيه صدمة ما بعد الولادة دي وإيه تأثيرها وبتحصل إمتى وبتحصل ليه؟ ممكن حضرتك تكلمينا شوية عن الموضوع ده؟ هلا دايما بيقولوا لك الصدمة هو شيء قريب مني وكان مخالف لتوقعاتي. فهي الصدمة أول شيء شغلة جديدة عم تمرق عليها، بيكون بدماغنا كحدا داخل هيدا الموضوع تصور معين، إن كان عن الألم، إن كان عن العملية، إن كان عن سهولتها أو صعوبتها، حسب التجارب السابقة وحسب الأشياء المعلومات اللي تم إدخالها إلنا أو نحن بحثنا عليها. فحسب الخبرات السابقة اللي نحن قطعنا فيها والتصورات عن هيدا اليوم وكيف الواقع بيكون. فنوعا ما أحيانا بننصدم من ردة فعل النيرس، من ردة فعل الدكتور مثلا، كيف المولود وهو التخوف الأكبر، الألم وشدته أو بساطته، كيف تعامل الآخرين معنا. فكلياتها هيدي بتكون نوعا ما مجهولة أو في توقعات مسبقة. لما نحن بنصير بهيدا الحدث وبهيدا الموقف فنحن ننصدم بين توقعاتنا وبين اللي صار. أغلب المخاوف بتكون عن صحة البيبي، وإذا البيبي الله لا يقدر صار معه أي طارئ فنحن بنسميها الجرح النرجسي للشخص. فهن ما بيشوفوا إنه سبحان الله نحن دايما معتادين إنه البيبي يجي بصحة طبيعية. هيدي المعجزة. والنورمال إنه يكون في بعض الأحيان بعض الإصابات أو بعض المشاكل إن كان الخلقية أو أي شيء. فهون أحيانا بتصير صدمة كتير كبيرة إن كان بعملية الولادة أو بالبيبي وكيف نحن عم نستقبله. بهيدي النقطة أنا بحب يعني إنه اللي عنده اهتمام بهيدا الموضوع إني يوضح إنه نفسية البيبي عند الاستقبال إلى أثر كتير كبير. بالمنهج التحليلي دايما بيحكوا عن صدمة الولادة، وهي أول صدمة الطفل بيعاني منها وإلها أثر النفسي اللي بيقولوا بالمنهج التحليلي إنها تستمر كل حياته. كيف إلى أثر؟ كيف الأهل بيستقبلوا البيبي تبعهم؟ هل بيستقبلوه بمحبة، بفرحة، مهما كان لونه، مهما كان شكله، مهما كان قياسه، مهما كان وضعه؟ كيف نحن استقبلنا هذا البيبي بالثقافة العربية اللي هيك بتحتاج الكثير من الوعي؟ صبي ولا بنت؟ بيشبه مين مثلا؟ فالموضوع يا جماعة كتير حساس وكتير عميق، ولا يستدعي منا غير نكون واعيين إنه استقبالنا لهي النعمة الكبيرة بحفاوة وبحسن استقبال بحس حاله مقبول. تخيلي كيف استقبلوه، فهو بحس بالقبول، وشعور القبول يمكن نعيش عمرنا كله ونحن عم نبحث عنه من الوقت اللي الأهل ممكن جدا يقدموه. فبخصوص صدمة ما بعد الولادة نحن نوعا ما نعتبر إنه تجربتنا الخاصة هي خاصة فينا، ما كتير نرفع من بحثنا عن تجارب الآخرين، لأنه أنا هون عم عزز القلق والمخاوف جواتي، وارفع مناعتي النفسية بإني أنا آخذ بالأسباب، بشرب الفيتامينات، باختيار الدكتور المناسب، المكان المريح أكثر، أخذ الأشخاص معي اللي أنا برتاح معهم لحتى يكونوا معي بهذا الحدث. أنا بسميه حدث عظيم. فنحن نكون مستعدين لنقلة بحياتنا واستقبال مولود نعمة كبيرة من عند رب العالمين، نحسن استقباله ونحسن الاستعداد لهيدي اللحظة، فبنتجاوز كتير من ألم الصدمة بهذا اليوم.